بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مش عارف يعني أنا المفروض إن أنا جيت عشان أقول حاجة بسيطة بخصوص موضوع كاميليا وقصتها اللي اتفبركت اللي اتلعب بيها في اجتماع يضم 7 على رأسهم 2 أساقفة و3 جثث و3 محاميين والأسقف العام اللي هو قاعد بره والستة هم اللي بيديروا المشكلة. والقرار اللي اتخذ فيه ان اختي كاميليا تظهر قدام النائب العام والنيابة وتقول اني انا مسيحية مش مسلمة وان كل اللي حصل اني انا سبت المنيا ورحت احضر الاحتفال بتاع شنودة في دير بشوي. وطبعا الاحتفال ده معروف بتاع تكريسه على الكرسي، واني فوجئت ان شنطتها وقعت منيها وان الاوراق كان فيها وعشان كده الاوراق دي وصلت لينا كمسلمين. عشان برضو الرأي العام كله يبقى عارف واخواتنا كلهم المسلمين يبقوا عارفين ومتوقعين ايه اللي بيحصل وايه اللي بيدور في الكنيسة القبطية، وبالتحديد اللي دار في القدرائية والاجتماع اللي حصل اللي بناء عليه هتطلع علينا اختنا كاميليا في خلال 48 ساعة وبالكثير لغاية يوم الأحد أو السبت أو الحد تطلع وتقول أنا مسيحية، وما يبقاش في رد فعل عنيف. لأن لو سألنا نفسينا طيب هي هتطلع ازاي وتقول أنا مسيحية، هيبقى صعب ان اي حد يفهم الموضوع ده الا الناس اللي هي عاشته، وانا من ضمن الناس اللي عشت الواقعة بمرها في الدير وبالضغط بتاع الدير وتعذيب الدير. فانا حسيت ان من واجبي ان انا اطلع اتكلم كلمة واقول كاميليا لو طلعت وقالت انا مسيحية احنا عايزين نسندها ونقول لها لا ما تخافيش، احنا مش هنسيبك، انت اختنا واحنا عارفين انك انت مضغوطة ومتعذبة، وهنقول لك اذا كان خوفك على ابنك فابنك ابن كل المسلمين. اذا كان بالحيل وبالغسيل اللي بيعملوه والاجتماع اللي دار عفوا الانبا يؤنس واتعمل في حجرة المستشار القانوني، بناء عليه طلع الاستاذ نبيل جبريل علينا بان كاميليا عملت له توكيل. كاميليا مش مدانة في قضية عشان تعمل توكيل او يبقى في محامي عليها خاص بيها عشان هي لا قتلت ولا سرقت ولا نهبت ولا حد مشتكيها بأي قضية عشان حد يطلع علينا ويقول لنا أنا معايا توكيل. وإن كاميليا مضياه ويجيب لنا صورة ويعرض علينا صورة ويعرض علينا صورة جوزها اللي هي أصلا ما قعدتش معاه، فمش هنقبلها يعني عادي. احنا عايزين كاميليا تطلع لوحديها، وزي ما قلنا وللاسف ما اتحققتش امنيتنا اللي احنا كنا بنتمناها ان تطلع كاميليا، تطلع عن طريق القوات المسلحه، تقعد في مكان بعيد عن الاديره وعن سجن الجلابيه السوداء فتره بسيطه، فتره 10 ايام، وبعد كده تتسأل عادي. احنا واثقين في القضاء بتاعنا وفي نزاهه القضاء بتاعنا، وواثقين في قواتنا المسلحه وما نقدرش نتكلم عليهم اي كلام. احنا عايزين كاميليا هي قبل ما تخش الدير، مش هقول لك اذا كان كاميليا المسيحيه ولا كاميليا المسلميه، عايزين كاميليا اللي قبل ما تخش الدير، اللي قبل ما تمسكوها، اللي قبل ما تسيطروا عليها بسحركم بتعذيبكم بضغوطكم. اذا انت كنت بتقول ان كاميليا ما دخلتش ازهر ومتكلين على الحته ان كاميليا ما مضتش ورق في الازهر، امال اغابيوس قال ازاي ان احنا عملنا لها غسيل مخ من الحاجات اللي حصلت لها دي؟ اذا انتوا كنتوا بتقولوا ان الورق بتاع كاميليا وجع فازاي كاميليا كانت بتكتب اسماء الله الحسنى بخط يدها؟ ومش بقول لكم انتوا الكلام ده، انا بقول لكل المسلمين عشان يبقوا عارفين. وزي ما قلت لكم في ناس كتير هربت من الدير وفي ناس يمكن انتوا تعرفوا كويس انتوا عملتوا ايه. يعني من حوالي شهر يعني ابسط حاجه حادثه العربيه اللي اتدبرت لاخت من الاخوات، ودي ان شاء الله برضو نازله بيها بلاغ للنائب العام. الحاجة التانية بتكلم فيها كل المسلمين يعني كاميليا واللي في الدير كله اخواتكم. يا اخوانا انتوا لو عرفتوا اللي بيحصل في الاديرة والعذابات اللي في الاديرة والمشاكل اللي في الاديرة والضغط والعصب اللي بيحصل في الاديرة، مش ما اظنش هنقبل الوضع ده تاني. يعني خلاص الواحد فعلا تعب في مشاكل كتيرة. يعني انا اقرب واحد مجرد اني اتكلمت
اتقال عليا ان انا نصاب، والله اعلم هيتقال ايه عليا تاني او يحصل ايه معايا. لكن انا عايز ارد بس على حته اني انا الاول كانوا بيقولوا ان ده مش مسيحي وما يتصلتش بالمسيحيه بشكل. لما ابتدينا نتكلم ابتديت اتكلمهم قبطي وابتديت اقول لهم على الانجيل من القبطي، قال لك اه ده مسيحي بس يعني ده نصاب. بص حضرتك، اتفضل بص حضرتك اتفضل. يعني هذه الشخصيات ترددت أكثر من مرة على الكنائس، والكنائس بتقوم بالخدمة، والحمد لله انه مش محبوس وهو جه على التلفزيون. ومراته اللي طب انا عايز اسال وبعد ان اشهر اسلامه تزوج بوثيقة زواج مسيحية، وانجب اطفال مسيحيين، وعاش عيشة مسيحية، وكان يتوجه للكنائس ليل نهار. ولما الكنائس يبدو ما قطعوا عنه المعونة جه. انا عايز بس اعرف نفسي الاول. انا قلت ان انا اسمي اشرف قسطندي عبد الملك مخيل ومن روكسور. ابويا طالع على رتبه لواء من القوات المسلحه ومعروفين الحمد لله رب العالمين. عمي الدكتور الفي عبد الملك مخيل ده طبيب قلب في روكسور. عمي عزيز عبد الملاك مفتش تساكر في السكه الحديد. عمي كامل عبد الملاك مخيل ده مهندس مدني في مطار الاقصر. طبعا خلي بالكم البيانات اللي بقولها لكم دي على مسؤوليتي الخاصه، ولو بكذب بيها هتحاسب عليها قانونا. دي عيلتي، ما بجيبش حد غريب من بره واقول عليه ده قريبي. دي عيلتي وفي روكسور وفي نجع الصياغ في روكسور. وابن عمي هنا في مدير هيئه البريد السريع في العتبه منير عزيز عبد الملاك. عمي جاد الرب عبد الملاك مخيل وده ابنه سامح اللي مأسلم ابن عمي اللي هو توفى واتقتل. ده مهندس في شبكة الكهرباء بتاعت الجيزة، طبعا أكيد معروف. فما أظنش يعني الراجل أنا خريج سياحة وفنادق وكل عارف كده. وللأسف إن أنا كنت شماس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكنت المفروض إني أبقى قس باختيار الشعب. وأنتوا عارفين كده كويس، أنا بوجه رسالة دي للمسيحيين إنكم أنتوا عارفين إن الشعب لو اختار واحد بيرشحه للقضرائية لشنودة، أو على رأي رمسيس رؤوف النجار المحامي اللي بيقول لك قول عليه الحبر الجليل البابا شنودة. فأنا عايز أقول له لو أنت حبر جليل وبابا وتدرك مدى تعذيب شعبك اللي أنت بتعذبه، افتح الأديرة بتاعتك، ما تخليش فيها باب مقفول. سيب الناس اللي فيها تطلع. في ناس كتير غيري اتكلمت، لو أنا بكذب في الافات طالعه ان شاء الله، وفي ميات طلعت من الاديره وقالت نفس الكلام اللي انا بقوله ان الاديره فيها تعذيب. انتوا ليه يعني لازم الناس كلها تقتنع بكده؟ لو انا في مرسى مطروح وبكلمكم دلوقتي مثلا اكيد في حد في مصر وفي حد في اسكندريه طلع من الاديره وبيحكي نفس القصه دي بتاعت العذابات. احنا ما بنشوفش بعضينا، او احنا اللي اسلمنا ما بنتقابلش مع بعضينا وبنتفق ان احنا هنقول كذا. فمش روايه بنحكيها ولو هنصب عشان ايه يعني؟ طب ما بسيطه جدا يعني. انا لو هنصب ما انا اقبل الفلوس اللي اتعرضت عليا. انا قلت اقسمت بالله اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله، وانا قلتها بعد ما خلصت برنامج في التلفزيون لرمسيس رؤوف وقدام الناس كلها اللي في البرنامج. قلت له انا لو عايز فلوس زي ما انت بتقول انا نصاب كنت خدت منكم المليون جنيه اللي انتوا عرضتوه عليا. دي حاجه. الحاجه التانيه زي ما قالوا ان انا كنت شغال في الزراعه، انا بقولها قدام الناس كلها. بقول له هات واحد المفروض اللي شغال يعني ليه مرتب بيروح يقبض وبيمضي ان هو استلم مرتبه. انا سني 44 سنه، يجيبوا لي ورقه من الكنيسه من ساعه ما اتولدت لغايه تاريخ اللحظه اللي انا بسجل فيها دلوقتي انا ماضي على ايصال فلوس من اي كنيسه، يبقى انا فعلا خدت فلوس من الكنيسه، يبقى فعلا هم كلامهم صدق، ويبقى انا اللي بكذب عليكم واتحمل برضه مسؤوليتي. وبعدين ببساطه جدا خالص يعني تتخيلوا، انا مش عايز اقول الكلام ده بس يعني عشان ما اعيدش وازيد فيه انا ما بحبش اتكلم كتير على موضوع يخصني، بس استفزازهم في الفترة الأخرانية وكلامهم على بعض المواقع بنصبي أو حاجة زي كده. أبسط حاجة أنا لو عايز أنصب هاخد المليون جنيه اللي اتعرض عليا في الجواب ده بتاع دير السوريان اللي أنا كنت فيه باسمي. الجواب طالع باسمي واللي ماضي عليه الربيطة، مش راهب عادي، الربيطة واسمه أبونا إيزيزورس، ده ربيت الدير. رقم تليفونه محطوط تحت على فكره، بس معلش انا عشان ما حدش يتصل بيه موجه. ادي الجواب الاصلي بتاع الدير وختم الدير
جواب الاصل بتاع الدير، وادي ختم الدير فيه. ما بقولش اي كلام. المفروض ان الجواب ده هم عايزينه. وعايز اقول له لما ازاي انت بتقبل واحد شغال عندك بدون اوراق يعني؟ ولو كانت معايا الاوراق وانت بتصر عليها، انت كاتب في الجواب دي بتقول ان انا نازل ومتجه للقاهره، ومعايا عقد جواز، صوره عقد جواز ليا ومرتي وشهاده ميلاد عيالي. ومتشكرين انك انت ثبتهم في الجواب ده برضه، متشكرين خالص. انا كنت محتاجهم كده. وبقول للمستشار رؤوف رمسيس النجار متشكرين خالص انك انت في الحلقه قلت ان العيال موجودين في ملجأ تبع الكنيسه. وقلت ان العقد الجواز دي عادي، ممكن يكون واحد غلط مع واحده واتجوزها. انا قلت لك على الهوا مباشره في نفس الحلقه، قلت لك هات لي جواب خلوم وانا طالع باسمي من مطرانيه الاقصر عشان انت يطلع لي بيه عقد جواز زي عقد الجواز اللي معايا. طبعا انت ما عندكش لا تسريح جواز ليا طلع عليه من الاقصر، ولا جواب خلو موانع عشان تجوزني بيه. دي حاجة. الحاجة التانية لو هنتكلم على مشاكل الكنيسة فمشاكلها كتيرة جدا. قانونا انا قلت لك برضو في الحلقة وعلى الهوا، اطلع اعمل فيا محضر دلوقتي وقدمه للنائب العام. لكن انت عشان عارفين نفسكم انكم انتوا غلطانين وغلطانين في حاجات كتيرة، بتحاولوا تنيموا الموضوع او تشتروه بالفلوس. فهي دي المسيحية الفلوس، مش الاسلام الفلوس، المسيحية الفلوس. انتوا كتير خدتوا ناس كتير وسوفرتوهم استراليا وامريكا وروسيا. رسالة أخيرة عايز أوصلها عشان يبقى الناس كلها عارفة وشاهدة. أنا ببقى ظاهر يوميا مع أشخاص معينين وبيبقوا عارفيني، وفي اتصالات بينا من بعضينا في ساعات معينة. لو اتأخر الاتصال ده أو ما ظهرتش أو اتخطفت أو حصلت لي أي حاجة، أنا من هنا بعتبره ده بلاغ رسمي لكل مسلم قبل ما يكون للنائب العام ان الكنيسه هي هتبقى السبب في اختفائي. برضو انا عايز اقول مش مهم، انا حتى لو اختفيت، حتى لو اتذبحت، ما ذبحوا اختنا سلوى قدام عيننا. انا عايز اقول مهما يحصل فيا مش مهم، بس بالله عليكم اوعوا تنسوا اخواتكم اللي في القديره جوه، لان ممكن يحصل فيهم زي اللي حصل لاختكم سلوى. حرام تبقى الناس دي تمنهم وحياتهم عشان كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى الناس دي كفرة، يبقى الناس دي تتعذب، يبقى الناس دي تتذبح. مش هقول أكتر من كده. واللي عنده رد يطلع يرده بعد كده. إذا كنت أنا نصاب اطلع أقول أنتوا نصاب. يا رب ما فاجئش بكرة إن يطلع لي جواب إن أنا مختل عقليا وأروح العباسية. وفعلا لان معلش يمكن في حاجات كتير انا عايز اقولها وفي اوراق كتير هكشفها، بس يمكن مفيش وقت دلوقتي ابينها. بس انا عايز اقول لكم ان الناس دي يدها في كل حاجه، يدها في كل حاجه، في كل حاجه في الدوله يدها فيها. انا مش عارف اقول ايه تاني غير ما تقبلوش ظهور كاميليا انها تبقى مسيحيه، ما تقبلهاش كده. احنا عايزين نقبل كاميليا وما عليهاش ضغط، لا في ولدها متهدده بيه ولا سجن الشنودة اللي داخل الأديرة اللي ممكن تشوفه كل بنت واللي يشوفه ممكن كل شاب. وإذا كان عندكش سجون وأنت بتقول أنا بريء، أنت عامل مسكن عمارة قبل دير دميانة في بلقاس بترمي فيها البنات. ليه بتحطهم ليه في المسكن ده؟ أنا أعرف حاجة واحدة بس، اللي بيته من جزاز ما يحدفش الناس من الطوب. ومش هسيبك، مش هسيب اي رد يجي عليا، هرد عليك وهرد عليك بعنف. وزي ما قلت انا هبقى ردي كله بمستندات واستنى فترة بسيطة جدا، يعني ايام هتلاقي رد قوي جدا. مش هيبقى مني انا بس، هيبقى من كل الاخوات المسلمين اللي بعضهم هربوا من الدير وهيبقى بلاغ ان شاء الله لشخصك انت بس للنائب العام بكل الحاجات اللي احنا تعملناها وكل التعذيبات. عايز اقول حاجه اخيره قبل ما اقفل. جالها رمسيس رؤوف النجار بالنسبه الحجوه دي صلبانه على يده. انت تعلم ادي الصليب هنا وادي الصليب هنا. طب انا هحكي لك. عارف لسه ما زال مرتبط بتلك الزيجه المسيحيه ومتعلق بتلك الزيجه المسيحيه ومخلف منها ولدين. يبقى كان
انا يا جماعه وريتكم كذا مره قبل كده الفيديو، وريتكم العمليات اللي في يدي اللي انا عملتها واللي اتدجت عليها صلبان، فانا نزفت منيها جامد. متابعين مع دكتور، والمفروض ان العمليات دي الجلد خفيف خالص، يعني في حاجات خالص في الجلد خفيفه خالص، فما ينفعش تتشال الا بدكتور كبير. فتتخيل مثلا لما تكون عمليه زي دي، انا شايل صوره فيها، وعمليه زي دي كبيره وتتحط عليها صوره زي دي، مش عارف اذا كانت الكاميرا تجيبها ولا لا، بسلك بحاجه. فدي عشان تتشال العمليه دي، يعني في عمليه تحتيها واتدجت عليها صوره، فدي عايزه عمليه خاصه، مش حاجه صغيره او مش صليب صغير ممكن الواحد يشيله بميه نار ويشوه نفسه عشان ما يشوفهوش. أو زي ما انت بتقول، انا لما دخلت البرنامج المفروض ان انا بلبس اللبس ده، انا قلعتها من يدي عشان اوري الناس اللي انا عايز اوريهم. ما شلتهمش ليه لما طلعت من الدير؟ حاليا للنائب العام، عشان بس لغايه ما ما شلتهمش ليه؟ ما انت طالع من الدير بقالك قد ايه؟ طيب طب يعني انت حضرتك مهتم قدام الناس انك انا طالع من الدير؟ ما انا ايش عرفني بيه؟ ما شلتهمش ليه لما طلعت من الدير؟ حاليا للنائب العام، عشان بس لغايه ما ما شلتهمش ليه؟ ما انت طالع من الدير بقالك قد ايه؟ طيب يعني انت حضرتك مهتم قدام الناس انك انا طالع من الدير؟ ما انا ايش عرفني بيه؟ متشكرين انك انت على الهواء مباشره اثبتت ان انا كنت في الدير. هو كان موجود فعلا يا استاذ رمسيس؟ هو كان موجود فعلا يا استاذ رمسيس؟ واثبتت ان عيالي عنديكم. مخلف منها ولد يبقى كان يعرفوا بقى. مخلف منها ولد يبقى كان يعرفوا بقى. و هيبقى ليها رد. اما حكايه انك انت تتهم مرتي اللي هي ام عيالي ان كان في بيني ما بينها علاقه قبل ما اتجوز، اقول لحضرتك بصراحه، لما بتحصل وقعه رجل وامراه يجامع امراه، شريعه مسيحيه او اسلاميه بدون عقد، فبيحصل ايه؟ الكاهن او الشيخ بيمضيهم على عقد عرفي سابق على تلك الواقعه، ويعمل محضر تصادق على زواج. قانونا هرد عليك فيها، قانونا وانت راجل مستشار هرد عليك فيها. بس عايز اقول لك عشان انا معايا ربنا ومعيش الشيطان، ربنا اكرمني انك انت تقول الكلام ده من بقك، وانا مستني ردكم وعارف ردكم هيبقى ازاي، لان انا اكتر واحد حافظكم واكتر واحد هرد عليكم. مش هسكت. الحاجه الوحيده اللي ممكن تسكتني على عمايلكم واني اسيبكم كده هي الموت، لكن هفضحكم في كل الدنيا. لازم الناس كلها تحس باللي انتوا بتعملوه، لازم الناس كلها تحس بتعذيباتكم وجرافكم وضغط النفسي اللي انتوا بتعملوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.